صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. عندنا شركات كتيرة في المكن بتاع خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف في الصناعات الغذائية. الجزء الأكبر في التعبئة والتغليف. خطوط الإنتاج مفيش مشكلة، موجودة برضو، بس التعبئة والتغليف أكبر. عدد الشركات اللي عاملة توطين للصناعة دي في مصر كبير. عدد الشركات اللي بتصدر كتير لا، بس في نجاحات. هنا بقى جت شركة الفرج للماكينات اللي موجودة في العاشر من رمضان، إن هي بتعمل خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف في الجزء الخاص بالصناعات الغذائية. في إيه بالظبط؟ الويفر، في الشيبسي، في المخبوزات، في الجزء الخاص بالشوكولاتة، السناكس، المقرمشات. كل الخطوط بتاعتها من أول الإنتاج للتعبئة للتغليف إنها بتتعمل في مصر. طب اتكلمنا على كذا شركة غير شركة الفرج قبل كده، بس الميزة كمان في شركة الفرج إنها قدرت تصدر خطوط الإنتاج المصرية دي في هذه الصناعات لفين؟ لآسيا، لأفريقيا، لكندا وأوروبا. صدرنا لهم مكن في خطوط الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف للصناعات الغذائية. تحية للناس اللي مش بس قدرت توطن الصناعة، كمان إنها قدرت إن هي تصدرها لبره مصر لأكتر من دولة. تحية للناس اللي موجودة في العاشر من رمضان، وصباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.